السلام عليكم أصدقائي. يا ترى رح نرجع نشوف الأندية السورية بتنافس بقوة على الساحة الآسيوية؟ وهل بيقدر أهلي حلب وحمص الفداء بيثبتوا إن الكرة السورية لسه عندها كتير لتقدمه؟ بمشاركة سورية مزدوجة رح يدخل نادي أهلي حلب ونادي حمص الفداء لمنافسات كأس التحدي الآسيوي، وكل فريق عنده طموح كبير إنه يتجاوز الدور التمهيدي ويوصل لدور المجموعات. بس المهمة مو سهلة، والمواجهات راح تكون قوية ومصيرية. خلونا نتعرف على تفاصيل مشاركة الفريقين بهاي البطولة وحظوظ تأهلهم، لكن قبل ما نبدأ فاصل ويلا على التفاصيل. شوف يا صديقي، أهلي حلب رح يشارك بالبطولة بعد ما توج بلقب الدوري السوري، بينما حمص الفداء رح يدخل المنافسات بعد ما كان وصيف للدوري السوري. الفريقين رح يلعبوا بالدور التمهيدي، والنظام واضح ما فيه أي مجال للتعويض. مباراة واحدة الفائز فيها رح يتأهل لدور المجموعات، والخاسر رح يودع البطولة بكير. يعني كل شيء باختصار رح ينحسم خلال 90 دقيقة، وأي خطأ ممكن يكلف أي فريق موسم آسيوي كامل. طبعا نادي أهلي حلب رح يواجه فريق شرطة بنغلاديش بمباراة المفروض كانت تكون على أرض الفريق السوري، لكن بسبب عدم إقامة المباريات الآسيوية على الأراضي السورية رح يلعب أهلي حلب على أرضه الافتراضية وهي في الأردن وعلى استاد عمان الدولي. طبعا على الورق أهلي حلب عنده فرصة كتير منيحة للتأهل، خصوصا انه داخل البطولة وهو بطل الدوري السوري ومعنويات لاعبيه عالية جدا. كمان الفريق دعم صفوفه وغير الجهاز الفني وحضر حاله بشكل جيد، لأن المشاركة الآسيوية مختلفة تماما عن بطولة مباريات الدوري المحلي. الخصم ممكن ما يكون اسمه كبير، لكن ما بصير انه نادي أهلي حلب بيستهين بهالخصم، لأنه الاستهانة بهيك خصم غلطة كتير كبيرة. لأنه مباريات الأدوار التمهيدية بتكون صعبة ومغلقة وبتنحسم بتفاصيل كتير صغيرة. طبعا المطلوب من نادي أهلي حلب انه يدخل المباراة بتركيز عالي وبضغط من البداية. ما بيسمح نادي أهلي حلب للمنافس انه ياخذ ثقة او انه حتى يجر المباراة للركلات الترجيحية. اما مشاركة حمص الفداء فمهمته صعبة شوي. الفريق راح يواجه نادي دوردي القرقستاني خارج أرضه بالعاصمة القرقستانية بشكيش، ودوردي بيعرف من الأندية المعروفة هنيك وعنده خبرة بالمشاركات الآسيوية، وفوق كل هاد راح يلعب بين جماهيره وعلى أرضه. يعني حمص الفداء راح يواجه تحدي كتير كبير بنفس الوقت، قوة المنافس، اللعب خارج الأرض، والسفر الطويل، واختلاف الأجواء. لكن بكرة القدم ما في شيء اسمه مستحيل. حمص الفداء إذا لعب بتنظيم دفاعي وحافظ على تركيزه واستغل الفرص المتاحة ممكن يفاجئ دوردي القرقستاني ويحقق نتيجة كتير كبيرة للكرة السورية. المباراة بحاجة لصبر، لأنه الاندفاع الزائد ممكن يفتح مساحات للمنافس، وخاصة أنه دوردي رح يحاول يضغط من البداية ويحسم المباراة بسرعة. هلا شو أهمية المشاركة للأندية السورية لنادي أهلي حلب ونادي حمص الفداء؟ طبعا يمكن البعض بيشوفوا أنه كأس التحدي الآسيوي ما هو أقوى بطولة بالقارة الآسيوية، لكن بالنسبة للأندية السورية المشاركة فيها جدا مهمة، لأنه كل فوز آسيوي بيعطي خبرة أكبر للاعبين وبيساعد الأندية السورية ترجع تظهر قاريا، وكمان بيرفع من قيمة وسمعة الكرة السورية. الأندية السورية غابت بالفترة الماضية عن المنافسة الحقيقية على البطولات الآسيوية، ولهيك نجاح أهلي حلب وحمص الفداء ما راح يكون النجاح لناديين فقط، بل راح يكون نجاح للكرة السورية بشكل كبير. وإذا قدر الفريقين يوصلوا لدور المجموعات راح تكون خطوة مهمة جدا، وممكن تفتح الباب لمشاركة أقوى وأفضل بالمواسم الجاية. أما يا أصدقائي إذا تكلمنا عن حظوظ الفريقين فراح نشوف أهلي حلب حظوظه بالتأهل كتير جيدة، خصوصا أن المباراة تلعب على أرض محايدة والفريق عنده عناصر قادرة بتصنع الفارق. لكن لازم نادي أهلي حلب ما بيستهين بالمنافس ولازم يحسم أي فرصة بوقتها. أما نادي حمص الفداء فمهمته صعبة شوي، لأنه عم يلعب خارج أراضيه، عم يلعب مع نادي دوردي القرقستاني،
وخارج أرضه، وهي المباراة هي بأرض المنافس وبجماهير المنافس قدام شغف المنافس. لكن إذا حمص الفداء لعب بانضباط والتزام تكتيكي ممكن يحقق المفاجأة. وبالنهاية مباريات خروج المغلوب ما بتعترف بالأسماء ولا بتعترف باللاعبين، بتعترف باللعب داخل أرض الملعب، وبتعترف بالفريق يلي أكثر هدوء وأكثر تركيز هو اللي رح يفوز وهو رح يكون من نصيبه التأهل. وهلا بالأخير يا أصدقائي السؤال إلكم، هل بيقدر أهلي حلب يتجاوز شرطة بنجلاديش ويتأهل لدور المجموعات؟ وهل بيقدر كمان حمص الفداء انه يتجاوز دوردي القرقستاني من اراضي قرقستان ويوصل لدور المجموعات؟ قلنا آراءكم بالتعليقات، ومين بتتوقعوا بيتأهل فريق سوري ولا فريقين سوريين لدور المجموعات؟ لهون أصدقائي بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو، بتمنى أنه يكون نال إعجابكم، تبقوا بخير وصحة وسلامة.